السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير، صباح الخير وصباح الأمطار بمدينة وجدة. الأمطار الجميلة والرائعة بالنسبة لمن يحب رؤية المطر. الناس اللي يبغيو يشوفوا الأمطار ويبغيو يشوفوا، ولكن في هذه المدينة الشهيدة، أنا دائما تنقول المدينة شهيدة، المدينة اللي عامرة بالباعة المتجولين والناس اللي كيفرشوا في الأرض، وواحد العدد كبير ديال المختلين عقليا اللي تيدوروا في هذا، بالخصوص في قرب المحطة الطرقية إلى حدود تقريبا إلى حدود شارع محمد الخامس تقريبا. وواحد العدد ديال المتسولين اللي موجودين بشكل غريب في ملتقيات الطرق ديال مدينة وجدة. يعني الأمطار جميلة، ولكن بالنسبة لهاد الناس لا إله إلا الله، يعني ما تنشوفهم منذ مدة طويلة، وكنتسائلوا دائما نقولوا واش كاين شي جهة اللي مخول لها قانونا انها تجمع هاد الناس وتحن فيهم شويه وتدير لهم واحد المكان في دافئ، واحد المكان سخون شويه فين يدفاو وفين ياكلوا ويشربوا شويه. هما ضريبه على المجتمع، هما حق علينا، حق على المجتمع كامل انه ما يخليهمش يدوروا. وطبعا احنا المواطنين العاديين ما يمكنناش احنا نديروا هذا العمل، لان احنا ما عندناش واحد السلطه ولا واحد الامكانيات كبيره باش نوفروا لهم المأوى. ولكن الجهات الرسميه اللي تمثل المجتمع هي اللي خصها تجمعهم. انا الان ديال 10:30 تقريبا، انا الان في شارع سميتو شارع بير انزران. وتنشوف دزت قبل قليل متسولين ناعسين في ابواب بعض العمارات. يعني واحد المدينه، يعني اصلا هي مدينه يعني تنحدر نحو الفقر لاسباب كثيره ما يمكنناش نهضر عليها بسرعه. ولكن مع الاسف هذه المناظر لا تسر، يعني لا تسر حتى شي واحد، ما غادي يبغي هذا الوضع اللي في هذه المدينه. وحنا كنعرفوا بان واحد الجزء كبير من وسط المدينه مليء بالتجار اللي تيفرشوا في الارض والمتجولين لاسباب كثيره، بطاله، الفقر. كنا كنقولوا دائما بان وجده عندها مصادر ثلاث: عندها التجاره ديال الحدود، وعندها الاجره ديال الموظفين، وعندها التحويلات ديال المغاربه الموجودين في اوروبا بصفه خاصه. وهادو كلهم باستثناء الموظفين، الباقي كله تقريبا ما بقاش عنده شي قوه زياده على ان المدينه كبرت بواحد الاحياء. رغم انها احياء يعني منظمه وكذا، هي في الحقيقه احياء عشوائيه، لان غير جي دير لوتيسمون وطلعها، ما فيها مرافق، ما فيها حدائق، ما فيها حتى شي حاجه. وحتى هي كتحسب مع الاحياء العشوائيه، لان ما حتى حي ما فيه والو، فيه العمارات، فيه السكنه، فيه الرخصه بني طلع فوضى ماشي فوضى. دير ديار، دير كذا، طرقان ما تعطيهم سميات مخجله، هذا سميه فيلاج كذا، هذا سميه فيلاج كذا، ولا سميه بسميات المقاولين. حنا المدينه الوحيده في المغرب اللي كنسميو الاحياء ديالنا بسميات الناس اللي قطعوا الارض وباعوها، وحنا كنسميو الحي بسميته، بسميه داك الشخص، بدل ما نسميوه بسميات ديال شهداء وبسميات ديال احداث وطنيه وبسميات اللي شويه فيها على الاقل شويه ديال اللباقه. لا كنجيو نسميو الاحياء بسميه الشخص اللي شرى الارض وشوف كيفاش شراها، والطريقه باش جاب ديك الرخصه، وداك القدرون ماشي هو هذاك، داك بخرار ماشي هو هذاك. حنا كنسميو الحي بسميته هو، وكنديروها في لاكارت ناسيونال وكنخلدوه هذاك الشخص. للاسف
نقول لكم جمعة مباركة، والله يعاون هذه المدينة على الصبر وصافي. هذا الشيء اللي يمكن يقول الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله، تحياتي.